السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون الجزء الخامس ديال الحكايه ديالنا. يلا باش ما نطولش عليكم خليو شي لايك شي كومونتير بارطاج وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وخلينا نبداو. الدكتور عبد الهادي قال لي واخا صيفط لي الملفات في الايميل وغادي نراجعهم ونرد عليك في ظرف ايام. جاوبته انا مزروب، ما بغيتش نثقل عليك ولكن راه ما عنديش ايام، الوقت عندي ضيق وما نقدرش نتسنى كاع هاد المده. سولني في استغراب ايوا كيفاش بغيتيني نعاونك ونعطيك الاستشاره بلا ما نشوف الملفات ديال هاد القضايا. قلت ليه غير سمع شنو وصلت ليه، غادي نعاود لك على كل قضيه باختصار وبغيت غير الراي ديالك في هاد الشكوك اللي طاحت لي على البال. قال لي واخا تفضل انا كنسمع لك. بديت كنعاود ليه القضيه الاولى هي ديال واحد المعلمه في روض الاطفال غبرات. هاد البنت حياتها كانت روتينيه بزاف، ما مزوجاش وما عندهاش حياه اجتماعيه، حياتها كامله كانت غير الخدمه والدار وساكنه مع امها. الام ديالها قالت بلي بنتها خرجات نهار الاجازه الوحيد اللي عندها في السيمانه مع الصباح بكري، وهذا الشيء ماشي من عوايدها حيت ديما كدوز داك النهار معاها وما قالت ليها والو من غير انها غادا تجيب شي لوازم محتاجاها للمدرسه. سولني عاود ثاني والقضيه الثانيه قلت ليه على واحد العامل النظافه كيخرج كل نهار مع الفرقه ديالو في الطوموبيل ديال البلديه، كيفرقوهم على احياء مختلفه وفي الاخر ديال النهار في واحد الساعه محدده كيتجمعوا كاملين في واحد النقطه وسط هذوك الاحياء وكيرجعوا من المقر البلديه، ومن تما كل واحد كيمشي لدارو. اللي وقع معاه هو انه قبل ما يغبر بايام بدا كيتعطل فاش كيبغيو يتجمعوا ديك النقطه. كملت ليه الهضره على داك الخادم ديال النظافه وقلت ليه بدا كان ديما كيتعطل على النقطه فين كتسناهم الطوموبيل باش ترجعهم، وبقاو صحابو في الخدمه كيقولوا باللي هاد التعطيله كانت كتزاد نهار على نهار حتى لواحد النهار غبر فيها بمره وما بقاش بان ليه الاثار. سولني الدكتور عبد الهادي وشنو هو الغريب في هاد القضيه. جاوبته الغريب هو هذوك الاعذار العجيبه اللي كان كيعطي لصحابو باش يبرر التعطال ديالو. مثلا واحد المره قال لهم بلي كان كيقلب على واحد البلاصه كان كيمشي ليها فاش كان صغير، ومره اخرى قال لهم بلي تلاقى مع شي شخص وما شافوه هادي سنين وتلف معاه بالهضره، ولا كيقول لهم لقى شي حاجه ولكن خاصو يرجعها لمولاها. عذر في البدايه تتبان عاديه ولكن احساسي كيقول بلي ماشي طبيعيه. قال لي الدكتور وعندك الحق في هذا الاحساس كملت ليه القضيه الثالثه ما فيهاش تفاصيل بزاف، غير دري صغير تخطف من قدام المدرسه، ولكن الهضره ديال صحابو داك النهار هي اللي خلاتني نحط الملف ديالو مع هاد القضايا، حيت قالوا بلي داك النهار كان فرحان بزاف وناشط حيت كيحسب ليه بابا هو اللي غادي يجي ياخذو من المدرسه ويديه للدار في بلاصه تمو. هنا الدكتور قاطعني وسولني وفين كاين العجيب في هاد الشيء. شفت فيه وقلت ليه باباه ميت هادي 5 سنين. قال لي بتعجب فهمت كمل. قلت ليه القضيه الرابعه يمكن هي اكثر وحده جمعنا فيها الادله ولكن واخا هكاك ما كافياش باش نحلوه. هادي على واحد الراجل وصلوا ميساج في التليفون من شركه سياحيه كتقول ليه بلي ربح رحله مدفوعه التكاليف. كملت الهضره للدكتور على هذيك الرحله السياحيه اللي ربح هذاك الراجل. البوليس ساقوا الخبار حيت هو نسى التليفون في الدار نهار خرج وما رجعش، وفاش قلبوا صندوق الرسائل صدماتهم النتيجه ما لقاوش غير رساله وحده، لقاو المئات ديال الميساجات وصلوا من هذيك الشركه وحتى الردود ديالو عليها كانت كثيره بزاف. هادشي لما نهضروا على المكالمات اللي دازت بيناتهم. ولكن الصدمه الكبيره اللي خلاتني نحلوا في هذه القضيه هي ان هذا الرقم ما كاينش كاع في السجلات ديال شركات الاتصال، وفاش رجعنا الامور مزيان بان بلي الاتصال جاي من شي تطبيق كيشفر الهويه وما كان متصل، وحتى فاش طلبنا المساعده من المباحث الجنائيه والتقنيه ديالهم المتطوره باش يتبعوا مصدر الرقم فشلوا ما لقاو والو. وزيد علي انا ديك الشركه اللي مذكوره في المساجات ما عندها حتى شي سجل تجاري حتى شي كونت من العالم. قال لي الدكتور عبد الهادي كنظن باللي بدات كتبان لي واحد الصوره نمطيه في هذه القضايا، ولكن كمل باش نقدر نحسن الاستنتاج ديالي. كملت ليه القضيه الخامسه هي ديال واحد الراجل شيباني غبر فجأة نهار قرر يخرج من الدار في واحد الصباح. بنته قالت بلي واخا هو شارف مريض وكان كيجيه الصاد باش غير ينوض يحل ليها الباب، داكشي علاش عطاها الساروت باش تبقى تدخل عنده، الا ان الكاميرات المراقبه صورت لحظه الخروج ديالو من الشقه كان كيمشي بصعوبه جهه ديال السنسور ونزل الطبقه الارضيه وخرج من العماره. تماك تقطعت الجرار ديالو وما بقاش بان في الكاميرات. اللي لفت الانتباه في التسجيل اللي عندنا هو ان كان كيعاني بزاف وهو كيمشي ومع ذلك بقى غادي ومستمر بحال شي حد كيبزز عليه يتحرك. سولني الدكتور واش بنتو عطات شي معلومات اضافيه. جاوبته والو، قال غير باللي باها قبل ما يغبر بواحد المده كان كيعاني من كوابيس مزعجه ومقلقاه ولكن عمره ما بغى يعاود ليها شنو كيشوف فيها. زاد في الهضره باللي هذا الراجل العجوز كان كيهضر بزاف على الام ديالو وحتى بنته حسات باللي الاجل ديالو قرب بسبب هذه الهضره، ولكن عمرها ما تخيلات بلي غادي يغبر بديك الطريقه. ويلا جيت نعاود ليه على قضيه سادسه حبسني الدكتور عبد الهادي وقال لي بلا ما تكمل
كنظن بلي وصلت لواحد الاستنتاج. سولتو بصح جاوبني، ولكن تذكر باللي هادشي اللي غنقول هو مجرد تقييم مبني على طريقه التفكير ديالي وماشي راي حاسم في القضيه، ولكن كنشوف بلي يقدر يوجهك للطريق الصحيح في البحث ديالك. قلت ليه مفهوم وهادشي نيت اللي بغيت. بدا كيشرح ليا الواضح هو ان الضحايا كاملين تم الاستدراج ديالهم بواحد الطريقه بحال اللي كينفذوا شي نداء كيامرهم يتحركوا لشي هدف معين بحال الفراشات ديال الليل فاش كيطيروا جهه ديال الضوء. ولكن الفرق هنا هو ان داك الضوء ما ناويش ليهم الشر، هو غير شاعل وصافي. وسوء التقدير ديال الفراشات هو اللي كيخليهم يتحرقوا في الاخر، وهادشي ما كينفيش باللي كان واحد العميل جذاب هو اللي يجرهم بلا ما نساو الاثر اللي بقى في هذا المثال ديال الفراشات. هما ما غبروش ولكن بقاو جثث محروقه ماطيشه في الارض وما كانت هدف لتحت. هادشي كيدينا نظريه اخرى مع الحفاظ على فكره الجذب، وهي نظريه الصياد، وهي صالحه لهاد القضايا اللي ذكرتي لي دابا. سولته بفضول على شنو كدور هاد النظريه. قال لي الصيد كاينين جوج انواع ديال الصياده، كاين اللي كيهاجم ويطير الفريسه ديالو نيشان وكيستعمل السلاح سواء كان قرطاس او قوه جسديه. زاد الدكتور في شرحه وقال لي الانسان كيصيد ببندقيه ولا الحربه، والسبع كيصيد مخالبه وانيابه، والحاجه المشتركه بيناتهم هما انهم بجوج مسلحين وبادوات اللي غتوصلهم للهدف، وما عندهمش الصبر باش يتسناو الفريسه تجي حتى لعندهم، بل هما اللي كيقلبوا عليها ويجريو من وراها باش ينالوا منها. سولني والنوع الثاني، جاوبني الدكتور عبد الهادي. النوع الثاني هو اللي كينصب الفخاخ كيتسنى بهدوء وصبر حتى تجي عنده الفريسه باش يصيدها، بحال الصيد ديال الحوت ولا نباتات الفينوس اللي كتاكل الحشرات. القوه ديال هذا النوع من الصيد كاينه في الطعم المستعمل اكثر ما هي كاينه في الصياد براسو. هذا الخاطف اللي في القضايا العشره ديالك هو صياد كيخدم بهذا الاسلوب الثاني، وباش تكشف الهويه ديالو خاصك تعرف شنو هو الطعم اللي كيخدم به باش يجر الضحايا ديالو ويمشيو للفخ برجليهم وبكل طواعيه بلا حتى شي مقاومه باش يبقاو مخبيين على الانظار حتى كيتسد عليهم الفخ. كاين قاسم مشترك بين الضحايا وهو اسلوب الاستدراج. كاملين كيستجيبوا لواحد النداء معين كيديهم لبلاصه بعيده فين كيتخطفوا ولا كيتقتلوا. النداء كيبقى يلح عليهم ويجرهم بزز منهم وما كيقدروش يقاوموا. هذا النداء هو الطعم الجذاب اللي ما يقدروش يتجاهلوه، هو اللي بزز على داك الراجل الشيباني ينوض من فراشه بالليل ويخرج من دارو غير اكتشف الطعم وغادي تعرف كيفاش كيتقدم الفرائس. وهذا الشيء غيديك نيشان لبلاصه الفخ، وبالتالي الصياد اللي كيتسناهم كاين تما. قلت ليه وانا كنفكر، فتحتي لي باب جديد ديال التفكير، كنحس بلي الجواب قدام عيني وفي نفس الوقت هارب مني. جاوبني الدكتور تذكر غير حاجه وحده، ان الفخاخ اللي كتكون واعره هي اللي كتكون بسيطه وماشي ديما جواب يكون معقد. كمل لي الدكتور عبد الهادي هو كيقول المعضلات راهم كيوضحوهم التوضيحات البسيطه. طبيعه الحال كتفكر عباره اللي كتقول فكر خارج الصندوق. جاوبني تو ايه كنعرفها. قال لي ايوا انت دابا محتاج تفكر خارج عقلك كاع. سولته وانا مستغرب وكيفاش غندير لهذا الشيء. شرح لي وقال لي بان تقلب في شي قضيه اخرى من غير هاد القضايا العشره اللي عندك تكون كتشبه ليهم في المضمون ولكن تحلات ولا على الاقل وصلت لمرحله متقدمه في البحث وجمع الدلائل وقدر فريق التحقيق يوصل فيها شي نتائج ملموسه. فاش غتطلع عليها وتفهم كاع جوانب ديالها غتخرج من ديك الدوخه اللي انت كنتي كتعاود ليا. فكرت واحد القضيه وقعت في الماضي ولقيت بلي التشابه بينها وبين هذا الشيء اللي ذكرت ليا دابا كبير لواحد الدرجه ما تتصورش، لدرجه تبان لك غير منطقيه، حيت الاحداث ديال ديك القضيه ما وقعتش في هذه المدينه اللي كانت فيها دابا، بل وقعت في مدينه اخرى مجاوره ليها، مدينه الربوع. قلت لي خاصني ضروري نطلع على هذه القضيه، ولكن فين كاين واحد السؤال طاح ليا في البال ملي ذكرت البلاصه فين وقعت الجريمه. سولني شنو؟ سولته الفضول بيقتلني شنو هي الاحتماليه باش تكون اللي دار هذا الفاعل في هذه القضايا العشره كاملين هو نفس الشخص، حيت الاسلوب بل متقارب بزاف. جاوبني الدكتور عبد الهادي هادشي وارد بزاف، ونظريه الصياد اللي شرحت لك راه كتزكي هاد الفكره، ولكن ماشي بالضروري يكون شخص واحد، تقدر تكون عصابه منظمه متبعين نفس الطريق ونفس الاسلوب. قلت ليه يعني الا ما شفناش المجرم كشخص وشفنا فيه ككيان راه غيكون الفاعل هو نيت. قال لي ايه نقدروا نقولوا هكا. زدت في الهضره وهادشي يقدر يفسر لينا علاش وقعوا جرائم بحال هادو في بلايص ومدن اخرى. هاد الدكتور عبد الهادي قال لي فهمت القصد ديالك وكتمنى يكون داكشي اللي في بالك، حيت الا كان الفاعل في القضايا اللي عاودت ليك هو النت المسؤول على القضيه العشره ديالك فهادشي راه مؤشر خايب بزاف. سولته وانا مخلوع علاش شنو قصدي؟ شرح ليا. هادشي كيعني ان الصياد ديالنا هو قاتل متسلسل وما كيرتبطش بجهه معينه، ومن خلال الضحايا كيبان بلي ما كيتبع حتى شي نمط محدد لا في الشكل
ولا في الجنس ولا حتى في العمر. وهاد العشوائيه في اختيار الضحايا كتصعب الخدمه بزاف على المحققين وكتخلي تحت الدوافع مستحيل، وهذا الشيء كينقص من فرص باش نكشفوا الهويه ديالو. قلت ليه بكل ثقه ولكن الكشف ديالو ماشي مستحيل. جاوبني الدكتور ما كانش شي حاجه مستحيله خصوصا على شاب ذكي ولماح بحال. قلت ليه دابا كنظن باللي وصل الوقت باش تعاود لي على ديك القضيه اللي وقعت في المدينه الاخرى. جاوبني معلوماتي عليها قليله وكل ما كنعرف هو انها وقعت لواحد الشخص سميتو يوسف، كانت كتوصلو رسائل مجهوله المصدر وتعرفت ديك القضيه بالنداء بين الناس اللي خدامين في هذا المجال ديك الساعه. وهذا الشيء نيت هو اللي خلاني نتفكر وحنا كنهضروا دابا. سولتو علاش تشهرت ديك القضيه بالضبط. جاوبني الدكتور حيت صاحب القضيه كان كيتلقى رسائل مجهوله تحتوي على تلميحات وادله ناقصه، مع كل رساله كانت كتكشف ليه احداث جديده وخيوط كتقودو لمكان معين. هو في كل مره كان كيلبي النداء وكيمشي لذاك المكان بحال الا كان فوق ريح بلا اراده. قلت ليه وراسي بدا كيدور وعلاش القضيه ما تحلاتش. جاوبني الدكتور عبد الهادي حيت داك الشخص اللي كان كيبعث الرسائل ليوسف تبخر وكيف ما مشى بلا حتى شي اثار. بقيت صامت شويه وقلت ليه الدكتور شكرا بزاف على وقتك وعلى الاستشاره ديالك. قال لي هو تيتبسم ما تشكرنيش على والو، غير وعدني باللي غادي تنعس مزيان هاد الليله وما تبقاش فايق كتفكر. وعدتو قلت ليه كنوعدك باللي غادي نديرها. قال لي تصبح على خير. غير قطعت معاه عيطنيش لياسير اللي جاوبني بصوت خافت وبين عليه العيا. المحقق نادر اياد واش كاين شي مشكل؟ سولتو واش نعستي؟ جاوبني ياسير هو كيتفوه وبالسيف باش نخرج الهضره. واش ماشي انت اللي قلتي لي خاصنا نعسو دابا باش نكونوا واجين غدا اجتماعنا مع العميد غازي ونقدموا تقارير واش طرا شي حاجه جديده؟ قال لي داك الاجتماع غادي ناجلوه وغادي نركزوا على حاجه اخرى اهم. ولكن قبل قول لي شحال كياخذ الوقت باش نطلبوا ملف ديال شي قضيه من دائره في مدينه اخرى؟ جاوبني هو باقي فيه الناس في العاده كياخذ من 3 ايام حتى 5 ايام على حسب شحال بعيده ديك المدينه. سولتو وشحال كاين ما بين مدينتنا ومدينه الربوع؟ قال لي 4 ايام كحد اقصى. ولكن علاش كتسول؟ شرحت ليه حيت محتاج نطلع على واحد الملف كاين في الارشيف ديالهم، ولكن هاد المده اللي قلتيه طويله بزاف. واش ما كاينش شي طريقه اخرى اسرع؟ فكر شويه وطريقه واحده هي ان الملف يتسلم بالايد، ولكن هادشي كيتطلب يمشي موظف مختص من الدائره ديالنا هو اللي يطلبه ويتسلمو تماك بشكل رسمي. قلت ليه هادشي اللي بغيت وإلا طلبت منك هاد المهمه ديرها غدا شحال غادي دير لك تاع الوقت؟ جاوبني ياسر غير الوقت ديال الطريق وصافي، الا خرجات من الصباح بكري غيكون الملف عندك مورا الظهر. قلت ليه وانا فرحان. ياسر طاب راسك في مهمه رسميه وما ترجعش بلا ملف. قال لي ياسر واخا ولكن خاصني قبل ندوز على مكتبه الارشيف مع الصباح باش ناخذ الاستماره الرسميه ومحتاج منك رقم القضيه وشي تفاصيل عليها باش يلقوها لي دغيا. جاوبته هنا فين كاين الدور ديالك ياسر، كل ما عندي هو السميه ديال القضيه ومعروفه بسميه ديال قضيه النداء. جاوبني ياسر بكل ثقه واخا غادي نتصرف غادي نستعان بمعارف ديالي تما باش يعاونوني نلقاها في اسرع وقت ممكن. واش بغيتي شي حاجه اخرى نقدر ندوز عليك نهار الخدمه وندينا بجوج مثلا؟ قلت ليه لا ما بغيتكش تعطل ما تخممش غادي ناخذ طاكسي، المهم هو ترجع تنعس وما تسهرش باش غدا تكون واجد المهمه ديالك. قال لي صافي هادشي اللي غيكون تصبح على خير. جاوبته قبل ما يقطع تصبح على خير. وفي النهار الثاني مشيت للمقر ديال البوليس كيف ديما وقلت نيشان القسم ديال الارشيف تما. لقيت واحد الموظف جديد هو اللي كلفو العميد غازي باش يشد بلاصه ياسر مؤقتا حتى يسالي المهمه ديالو. غير شافني وقف وعطاني التحيه وقال لي على المحقق اياد. كنت كنظن باللي قطعتو بيدي ولكن شير ليه باش يجلس. انا هنا غير في زياره خفيفه. واش شفتي ياسر اليوم؟ جاوبني شفتو هاد الصباح جا طبع شي ورق ومشى. قلت ليه مزيان. سولني واش محتاج شي حاجه؟ سولته فوقاش كيسالي الدوام ديال. جاوبني الموظف مع جوج النهار. ديك الساعه كيجي زميل ديال الفتره المسائيه كياخذ السوارد كيسد المكتب لمده ساعتين وكيرجع يحلو مع 4 باش تبدا الفتره المسائيه ديال الارشيف. قلت ليه الا وصل الوقت ومازال ما رجعش ياسير ما تسدش المكتب واعطيني الساروت راني غنكون هنا في البنيقه. قال لي امرك. دازت ساعات الخدمه وسيرات الفتره الصباحيه وبداو الموظفين كيخرجوا بعد ما سلموا النوبه لصحاب العشيه. فهاد الوقيته دخلت لقيتو بوحدو. سولتو واش مازال ما رجعش ياسير؟ جاوبني لا مازال وانا دابا نيت خارج. قلت ليه بالعفا
راه حاولت نعيط ليه 2 المرات وتليفونه طافي. قال لي ما عرفتش الصراحه. قلت ليه واخا عطيني صورة المكتب وغنبقى هنا كنتسناه، وفاش يجي زميلك المناوب بغا نعطيهم ليه. موظف مد لي السوارت وخرج وانا جلست تما مورا المكتب كنتسنى ياسر على اعصابي. من بعد واحد 10 دقائق دخل الموظف اللي شاد النوبات العشيه، شرحت ليه الموقف واتفقنا بلي غنرجع مع 4 باش نعطيه السوارت على اساس ان ياسر غيكون وصل قبل من داك الوقت. ولكن للاسف داكشي اللي كنت خايف منه هو اللي وقع. دازو ساعتين وبان باش ليه الاثار كاع وتليفونه باقي مطفي. في ديك الوقيته رجع الموظف المناوب ولقاني جالس غارق في تفكيري وكنشوف نص الترجم. سولني واش سالينا، درت عنده وقلت ليه سمع انا غادي نمشي دابا، والا جا ياسر في اي وقت في النوبه ديالك قول ليه ضروري يتصل بيا. ديك الساعه جاوبني واخا كون هاني. خرجت وركبت في واحد من الطوموبيلات ديال الدوريه اللي وصلتني حتى للبنيقه ديال الضباط فين ساكن. دخلت للدار وبقيت كنتسنى اي اخبار، ولكن السوايع كانت كدوز ثقيله بزاف. جا الليل ومازال ما كاين حتى خبر على ياسر وتليفونه باقي مطفي وانا غارق في وسط تفكيري وفي شنو غيكون وقع. والسيناريوها كيمشي ويجو في دماغي حتى سمعت الجرس ديال الباب كيصوني. نط بالزربه باش نحل وانا مستغرب شكون غيجي عندي لهنا في هذا الوقت، حيت هذه البنيقه مخصصه غير للبوليس وما كيدخلهاش اي واحد بلا سبب. فتحت الباب وتصدمت ملي شفت ياسر قدامي حالته كتشفي، حوايجو مسخين ومقطعين وتوريشه والنهجه باينه عليه بحال الا كان في شي مضاربه خايبه. خلت ليه وانا مصدوم ياسر فين كنتي؟ شنو اللي وقع لك؟ شنو اللي دار فيك هاد الحاله؟ ياسر بقى كيشوف فيا وهو كيلهج وفمو محلول وهز واحد الملف ثقيل بيديه وحطو قدام وجهي وقال لي هذا الملف هو السبب. نسيت الملف في ديك اللحظه وزيت ياسر بكتفي وسندو حتى دخلت للدار. جلست فوق السداري بيت البيت ومشيت نيشان للكوزينه، جبت ليه كاس الماء وقلت ليه هاك شرب. هز يديه اللي كانت كترعد وعامره بجوره ولكن ما قدرش حتى يشد كاس الماء. شفت فيه وبقيت كنشربو بشويه وسولته شنو طرالي. شرب واحد شويه وقال لي هو كينهج ما كيهمش دابا شنو طرالي، الوقت ماشي في صالحنا. سولته وانا مستغرب على شنو كتهضر. شاف فيا بواحد الشوفه تعرفه وقال لي خليك مني دابا خذ هذا الملف وقرا شنو فيه ومن بعد نهضروا. ما بغيتش التضحيه ديالي تمشي في الخوا. قلت ليه وانا خايف عليه ما غنقرا والو حتى ندق للسبيطار. هنا ياسر جرني من حوايجي وقرب وجو لعندي وبالجهد اللي بقى فيه ومن برا قاصحه قال لي وصلوش للسبيطار الا بقينا كنضيعوا الوقت. عافاك حاولت تفهم. بقيت متردد وما عارف ما ندير. قلت ليه واخا غير ارتاح غنقرا هذا المير. ياسر تكا راسو على السداري وغمض عينيه وقال لي فاش تسالي فيقني وديك الساعه ديني فين بغيتي دابا غنرتاح شويه. زيد هذاك الملف اللي كان فوق الطبله وشفت فيه الغلاف ديالو وقريت العنوان اللي مكتوب بنمط عريض في الغلاف. القضيه 54 قسم الجرائم المعلوماتيه. فتحت الملف وانا كل حاضر وبديت كنقرا السطوره الاولى ومع كل كلمه كنقراها كيبدا عقلي كيرسم ويتصور ليا كاع الاحداث اللي وقعت في مدينه الربوع بحال الا كنشوف فيلم قدام عيني. لقيت راسي كنغبر وسط الوراق وتخيلت راسي تما في ديك اللحظه اللي بدات فيها الحكايه ديال يوسف. وانا كتنتهي الجزء الخامس ديالنا. ولا بغيتو الجزء السادس اسمع لكم الا تكتبوا في التعليقات وبيس عليكم.